بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. يا ريت اللي اول مره يخش قناتي بالله عليك فضلا وليس امرا اللي ما اشتركش في قناتي يا ريت يشترك، واهم حاجه اللايكات بالله عليكم، عشان اللايكات بترفع الفيديو، بتوصل لاكبر كميه مشاهده. نبدا معاكم برج الدلو. بسم الله. بص يا برج الدلو، هنبدا معاكم بالفنجان سمي كده. اول حاجه في برج الدلو اهو، عندك بص يا سيدي، عندك اهو بص الطريق. بس بالنسبة للعمل ان شاء الله ان شاء الله في عندك طريقك كويس، بسم الله ما شاء الله، عندك العمل الحمد لله كويس، وهي يعني هتحصل يعني ربنا ان شاء الله يكرمك، وهت شغلك ده هيوصلك ان شاء الله ان شاء الله. عندك يعني حاجة حلوة ان شاء الله، عندك ترقية ان شاء الله بإذن الله. وعندك كمان بالنسبة للأموال كمان عندك انفراج حلو أو بنسبة مال ما شاء الله، جاي لك مال في الطريق كتير الشهر ده والشهر الجاي ان شاء الله، ربنا يوسع عليك قوي يعني. وغير كده كمان عندك كمان طاقة. احنا نقول ايه الحاجات الحلوة الاول، بعدين نقول الحاجات السلبية. عندك كمان طاقة حلوة اهي، عندك طاقة حلوة ما شاء الله، عندك 14 يعني ان شاء الله، عندك طاقة جميلة جميلة ما شاء الله عليك. وعندك كمان يعني بص، عندك كمان اهوت. بص احنا نتكلم يعني انت دلوقتي كمان عندك يا برج الدلو كمان عندك فيه عيون، يعني عندك ناس كتير بصالك في حياتك اهي، هم تبصن لك الكلام، في كلام وفي ناس كتير بصالك يا برج الدلو. وعندك كمان يعني الناس اللي قاعده بصلك دي في مشاكل، المشاكل دي اكترها بسبب الاطفال اهي، بسبب الاطفال يعني مشاكل، يعني اللي جايلك الفتره دي كلها بسبب الاولاد، ربنا يهديهم يا رب، يهدي ولاد الناس، ولادنا وولادكم جميعا يا رب العالمين. وعندك طبعا تحت اهوت برضو التعابين اهيت قاعده مترصدالك، مترصدالك في حياتك، وواحده فرشه يعني قاعده كده هي اللي مسيطره في حياتك اهي. وبالنسبه كمان عندك كمان يعني احنا زي ما انا قلت برضو حاسد على طول انت ما شاء الله دايما محسوده برج الدلو. وعندك كمان طاقة اللي هي الطاقة، عندك طاقة سلبية، الطاقة يعني انت سبحان الله عندك كمان طاقة، يعني طاقة كويسة، وعندك طاقة كمان سلبية. سلبية اللي انت بتفكر كتير، بتفكر في مشاكل. وعن بالنسبة البيت، يعني انا نصيحة مني لو انت مش قادرة تطلع البيت مثلا، في دايما انت بتحس دايما ان انت دايما ايه طالع البيت بتلاقي رجلك وجعاك، مش قادر تطلع على السلم، كاره البيت نفسه. فحاولوا يا جماعة بالله عليكم بس بالاذكار صباحا ومساء، الاذكار بتاعت الصباح والمساء، وتصلي طبعا ما تقطعوش الصلاه دي. وغير كمان ايه تشغلوا سوره البقره كذا مره، انصح واقول نفس الكلام، وان شاء الله ربنا يهدي لكم ولكم ويهدي لكم الشريك ان شاء الله تعالى. وعندك دايما، وعندك في الحياه العاطفيه عندك يا سيدي، في الحياه العاطفيه في اتنين في الحياه العاطفيه، في حرفين، حرف الام وحرف ال، وعندك حرف كمان تالت اهو ظاهر كمان اهو، حرف الايه. انت حرف انت عندك حرف الام ده، يعني هو كان حبيب قديم، يعني كان حبيب من الزمن الماضي، بس هو رجع لك دلوقتي، فكلك الحاضر حرف الام ده. وحرف ال ده اللي هو الجديد، يعني عاوزك يعني بيحبك، بس عايزك يعني تعمل علاقة مش محرمة بمعنى صح. بس حاول تحافظ على نفسك الفترة اللي جاية دي، وما تسمعش ليه خالص، ان هو هيورطك، هو مش هيقولك حاجة ولا هيفضحك ولا بس هو عاوزك يعني ايه يشدك معاه الحاجات مش كويسة. فحاول تحافظ على نفسك من الحرف ده. وحرف الايه ده هو دوت قاعد معاك على طول، وهو كويس وكل حاجة، بس ده اكتر الوقت بيكذب عليك، بس كذب بس بيحب الخير ليك، يعني بيكذب كذبة بيضة على رأي اللي بيقوله يعني. بس ربنا يا رب ان شاء الله يهدي لك حالك. فانا هشوف كمان الطبق بسم الله كمان. عندك كمان بسم الله الرحمن الرحيم، عندك اهو بص يا برج الدلو، طبعا العين طبعا ما شاء الله، العين هي ظاهره لوحدها اصلا على اللي فوق اهي. وعندك كمان في محكمه اها، عندك محكمه اهوت، وفي زواج، في منكم في رجوع، في رجوع اهي، شوف سبحان الله اهي،
في منكم كان في رجوع، كان في مشاكل، وان شاء الله يعني، وكان في بعض منكم كان منفصل او هينفصل، فربنا ان شاء الله يرجعكم باذن الله، ترجعوا بيكم ان شاء الله بالسلامه باذن الله. وعندك طبعا بص يعني سبحان الله، عندك شفت بومة سبحان الله، بومة هي قاعدة بينك وبين الشريك وولادك، دايما عاملة مشاكل بينك وبين ولادك وجوزك اهو، دايما في نقار اهو، مشاكل اهي، مسبلكوا في مشاكل، حتى الشريك ساب البيت ومشى، يعني ايه في مشاكل، فهو ده من اهي، البومة دي انت ادرى بيها، 10 من خيرها في كل حاجة، ربنا يعافيكم منها ان شاء الله. وعندك طبعا كلام اهو، يعني انت عندك كلام كتير اهو في الطبق حواليك، برضو دايما في كلام في اهو يا ستي، اللهم صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وانا طبعا قلت لكم قبل كده ان في محكمه، في بعض منكم عنده محكمه، معرفش بقى محكمه ايه، خلع، محكمه روح حق، الله اعلى واعلم يعني. وعندك كمان اهو زي ما انا قلت ايه، لا مثلا عندك انت زي ما قلت لك انت التفكير شغلك في حاجة، الحاجة دي والله ما هتنفعك بحاجة، بالعكس هتضرك، خلي بالك يعني، حاول تتركها، اعمل للشخص ده حظر، حاول تخرجه من حياتك، ان الشخص ده هيوديك في سكة تانية خالص مش هتقدر تطلع منها اهو، شايفينها اهو، في كمان اهو تشوفي عامل ازاي، يعني الشخص ده قريب جدا اهو عامل زي ابو اردان بالظبط، ده انت ظاهر لك حاجات حيوانات بسم الله ما شاء الله. وفي شخص كمان في حياتكم كمان مغرور، يعني عامل زي الطاووس، يعني فكر نفسه حاجة ما هنا ما هناك يعني، وهو اصلا يعني ممكن يكون اقرع ونودة يعني اللي بقول عليه ده ربنا يسترها يا رب يعني، ده ما تخافش منه، ده بقى على الفاضي كلام بس ما تخافش منه يعني، ده اخره كلام. انما ده كمان اهوت بصوا اللي هو كمان هنا اللهم صل على النبي، عندك زي ما قلت لك انت في مشاكل بينك وبين واحده صاحبتك، او انتوا متخانقين وزعلانه قوي قوي عليها الفتره اللي جايه ديت، بس هي بتحبك والله وبتحب لك الخير، بس نصيحة ابعد الفترة دي، يعني ربنا انت هترجعوا لبعض وكل حاجة، بس يعني حاولي تبعدي شوية، عشان اللي هي عملته فيكي يعني حاجة صعبة، هي هترجع لك لوحدها وهتصالحك وكل حاجة، ترجع ندمانة ان شاء الله، بس انت اصبري، حقك هيجيلك لحد عندك تحت رجلك وانت قاعدة، وربنا ينصرك ان شاء الله، يبرج الدلو على كل من يعديك اهو، شفتوا عندكم كمان نصر اهوت وحاجات حلوة والله الحمد لله. والشريك يعني شريك ممنون ليك، بيحبك يعني بيخاف عليك قوي قوي، اكتر حد بيخاف عليك. وكده بقى كده خلاص، كده خلصنا قراءة برج الدلو، ويا ريت بالله عليكم متنسوش بقى في اللايكات، وكده البرج خلص والفيديو خلص والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.